تخيل معايا انك مصور فيديو لخطوبة اختك او لحظة تخرجك. لحظة متتكررش غير مرة واحدة في العمر، والفيديو طالع تحفة 4K. جيت تبعته لوالدتك على الواتساب او ترفعه ستوري، هوب الرسالة الملعونة، الملف كبير جدا. جيت ترفعه على جوجل درايف عشان تحتفظ بيه، لقيت المساحة عندك فول والموبايل بيصرخ يقول لك ميموري فول. في اللحظة دي الضغط بيعلى، وبتحس ان ال100 جيجا ذكريات اللي على موبايلك بقوا عبء مش كنز. والأوحش بقى انك تضطر تمسح فيديوهات قديمة عشان توفر مساحة للجديدة. شعور الخنقة ده هو اللي خلى تطبيق فيديو كومبريز ريدوز سايز مش مجرد رفاهية، ده بقى طوق نجاة. أنا عمرو، وده فيديو جديد من قناتكم مراجع برامج. الفيديو ده مش مراجعة عادية، ده فيديو بريميوم ليك انت اللي مقدر وجودك في القناة. انا وصاحبي مازن قضينا الاسبوع اللي فات بنهرس التطبيق ده عشان نقولك الخلاصة. هل فعلا بيوفر مساحة وبيحافظ على الجودة، ولا بيطلع عينينا في الاخر والفيديو بيطلع بكسل؟ دخلنا على المتجر، حملنا تطبيق، اللينك بتاعه موجود في الوصف تحت. اول ما فتحنا انا ومازن بصينا لبعض، هو مفيش تسجيل دخول؟ والله التطبيق دخلنا على طول على الواجهة الرئيسية. مفيش بقى حوارات اكتب ايميلك واستنى الكود التفعيل اللي بيفرسني ده. دي كانت نقطة إيجابية في الأول، بس قلقتني بصراحة من ناحية الأمان والاحتفاظ بالإعدادات لو غيرت الموبايل. الواجهة بصراحة سيمبل جدا، بس مش مودرن، يعني تحسها تصميم قديم شوية بس واضحة. أول ما تفتح بيجيلك الألبومات الفيديوهات اللي على موبايلك على طول، وتحت خالص 3 تبويبات: كومبريز والاستوديو ومور. الاداء كان سريع بصراحة، ما حسيناش بلاج واحنا بنقلب بين الفيديوهات، لكن التهنيج الحقيقي بيظهر لما بتبدأ عملية الضغط. وهحكي لكم بالتفاصيل. تعالوا احكي لكم موقفين حقيقيين معايا حصلوا. الموقف الاول معايا، انا كنت مصور فيديو مراجعة للابتوب مدته 10 دقايق، مساحته كانت داخلة في 2 جيجا بصيغة الام كي في. كنت محتاج ابعته للمونتير بسرعة. اخترت الفيديو في التطبيق ودوست على كومبريس فيديو، ظهرت لي خيارات كتيرة. اخترت الهاي كواليتي وبنفس ريزوليوشن 1080. التطبيق بدأ يعد العداد، كان بطيء جدا. موبايل الفلاج شيب سخن شوية. بعد حوالي 12 دقيقة ال 2 جيجا بقوا 400 ميجا. النتيجة انبهرت بيها بصراحة، الجودة فضلت محترمة جدا والمونيتير ملاحظش فرق كبير. الموقف التاني مع مازن موبايله امكانياته على قده شويه، وبيصور فيديوهات تيك توك كتيره. كان عنده فيديو 100 ميجا وعايز يضغطه عشان يرفعه بسرعه وباقة النت ما تخلص. اختار السمول فايل وغير الريزوليوشن ل 720. الضغط تم بسرعه اكبر، وال100 ميجا بقوا 20 ميجا. بس لما شغلنا الفيديو مازن قال لي: عمرو، انا حاسس ان وشي بقى ممسوح والتفاصيل راحت. هنا اكتشفنا ان التطبيق فيه خيارات التوفير الجامد، بيضحي بالجوده بشكل ملحوظ. التركيز على أهم 5 مميزات حقيقية بأسلوب عميق. طيب إيه اللي يخليك تستخدم التطبيق ده فعلا؟ بعد التفعيص طلعنا ب5 مميزات قوية: خيارات ضغط مرنة جدا، مش مجرد اضغط وبس. التطبيق بيديك خيارات سمول فايل، موديم، هاي كواليتي، وكمان بيديك القدرة انك تغير ريزوليوشن من 2000 من 240 لحد اوريجينال. والصيغ بقى عندك MP4 و 3 GB و IVI وفورمات، وده بيخليك متحكم في المعادلة الصعبة بين المساحة والجودة. ميزة الباتش كومبريز، ودي عجبت مازن جدا، تقدر تختار 10 فيديوهات مرة واحدة وتسيب الموبايل يضغطهم كلهم ورا بعض. ميزة بتوفر وقت رهيب لو بتنظف مساحة موبايلك. الحفاظ على الجودة في الهاي كواليتي لو موبايلك قوي واخترت خيار الجودة العالية. التطبيق بيستخدم كورسات كودكس ذكية بتقدر تقلل الحجم بنسبة 50% أو أكتر، مع الحفاظ على تفاصيل الفيديو بشكل مذهل للعين المجردة. خاصية الكومبري هي ما بعد الفيديو يتضغط، التطبيق بيفتح لك شاشة مقسومة نصين: الفيديو الأصلي والملف المضغوط، عشان تشوف الفرق بنفسك قبل ما تقرر تحتفظ أو تمسح الأصلي. حركة ذكية جدا. واجهة الاستوديو، التطبيق بينظم لك فيديوهات اللي ضغطتها في مكان واحد استوديو، وبتقدر تشاركها الشير أو تمسحها من جوه بسهولة. ما بيبعتركش الملفات في الموبايل. بس استنوا، مش كل حاجة وردي، تطبيق فيه عيوب تفرس. الإعلانات المستفزة في النسخة المجانية، لو مش دافع هتشوف إعلانات فيديو طويلة قبل الضغط وبعد الضغط وبين كل خطوة والتانية. ده غير البانرز، حاجة تخليك عايز ترمي الموبايل. البطء واستهلاك البطارية، عملية الضغط بتقللك بروسيسور الموبايل تماما. الموبايل بيسخن والبطارية بتنزل بسرعة، والضغط بياخد وقت طويل جدا للفيديوهات الكبيرة. تهنيك في الخلفية، جربت اسيب التطبيق يضغط فيديو كبير واخرج اعمل حاجة تانية كذا مرة، التطبيق قفش
والضغط وقف واضطريت اعيد من الاول. لازم تسيب الشاشة مفتوحة عليه اثناء الضغط. مشاكل مع بعض الصيغ القليلة. مازن كان عنده فيديو قديم بصيغة غريبة شوية، التطبيق ما قبلش يفتحه أصلا وادالك ايرور. غياب الكلاود. بما ان مفيش تسجيل دخول، فلو مسحت التطبيق ونزلته تاني تاريخ الاستوديو بتاعك بيروح، ولازم تدور على الملفات في مدير الملفات بنفسك. دخلت قريت تعليقات المستخدمين على المتجر، لقيت الوجع الحقيقي. الناس مشتكية جدا من حتة الإعلانات الكتيرة، وفي مستخدم كاتب التطبيق بيقف في نص الضغط ويبوظ الملف الأصلي أحيانا، ودي كارثة لو حقيقية، بس ما حصلتش معايا شخصيا. مستخدم تاني قايل دفعت عشان اشيل الاعلانات ولسه بتظهر لي. المطور بيرد بردود كلاشيكيه ومكرره، وده بيبين ان الدعم الفني مش اقوى حاجه، وان في اهمال لشكاوي الناس الحقيقيه. نيجي بقى للسؤال المهم، هل التطبيق ده نصب؟ بصراحه هو مش نصب بالمعنى الحرفي، يعني هو بيعمل الوظيفه فعلا، لكن حوار ان الناس تدفع والاعلانات ما تشالش، ده يعتبر اسلوب ملتوي لجمع الفلوس او عطل فني جسيم المطور مطنشه. بالنسبه للامان الخصوصيه، التطبيق بيطلب اذونات لوصول الملفات والصور، وده منطقي جدا لوظيفته. لكن بما ان مفيش تسجيل دخول ولا سياسة خصوصية واضحة جدا في الواجهة، فانت مش عارف بياناتك او فيديوهاتك بتروح فين. انا شخصيا ما بعتش عليه فيديوهات حساسة جدا. مين اللي محتاج التطبيق؟ الطالب اللي بيصور محاضرات وموبايله مساحته قليلة ومحتاج يبعتها لزمايله على الواتساب. صاحب الشغل المسوق اللي بيصور فيديوهات كتير لمنتجاته وعايز يرفعها بسرعة وعايز ما ياخدش مساحة كبيرة وما يستهلكش الباقة. طبعا واحد زي مازن اللي بيصور كتير وعايز يوفر مساحة للذكريات الجديدة. المستخدم الاحترافي كحل سريع لبعت ملفات كبيرة للمراجعة، مش كاعتماد كلي للجودة النهائية. رأيي الصريح جدا وبدون مجاملات، التطبيق ده بيستحق التحميل لو انت فعلا مزنوق في مساحة الموبايل وبتصور فيديوهات كتير. هو بيحل مشكلة حقيقية وبكفاءة جيدة جدا في ضغط الحجم، مناسب جدا للمستخدم العادي اللي مش فارق معاه فحت التفاصيل في الجودة، ومستعد يستحمل الإعلانات أو يدفع عشان يشيلها لو استخدامه يومي. لكن لو انت صانع محتوى سينمائي أو بتهتم بالجودة لأقصى درجة، فالتطبيق ده هيغزلك في خيارات التوفير العالية. تقييمي النهائي هو 7.5 من 10 كتطبيق كويس وبيعمل وظيفته، بس الإعلانات والبطء وغياب الدعم الفني الحقيقي نزله من تقييمه. هل في بدايل؟ طبعا في بدايل كتيرة جدا. عندك باندا فيديو كومبريزر، وعندك فيديو كومباكتد، وفي حلول احترافية أكتر زي استخدامك لبرامج هاند بريك لو أنت عايز أعلى جودة ممكنة على الكمبيوتر. في النهاية المساحة على موبايلك بقت أغلى من الذهب. السؤال هنا بقى اللي بسأله لك النهاردة، هل أنت مستعد تضحي بشوية من جودة ذكرياتك في مقابل إنك تحتفظ بيها كلها وموبايلك ما يقولكش فل؟ ولا الجودة عندك خط أحمر حتى لو اضطريت تمسح نص فيديوهاتك؟ مستني رأيكم في الكومنتات تحت، وقولولي تجربتكم مع تطبيقات الضغط. شكرا لكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.